المناظر اليوم حرفيا خلابه، تقريبا اكل الوقت معانا حوالي 55 دقيقه ساعه من رح ندخل من البوابه الرئيسيه. تركيا مشهوره بموسم اسمه موسم التوليب. الرائحه شيء بجنن حرفيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ابن حريتان وخلف الكاميرا اخي ابو محمد. اليوم رح نعمل رحله في اكبر حدائق اسطنبول اللي هي اسمها اميرجان، وحبينا ناخذكم معنا. يلا نروح مع بعض. أكيد إذا مريتوا على أمينو رح تاكلوا السمكات المشوية الطيبين، وطبعا رح تاكلوا من الكستنة المشوية كمان كتير طيبة. طبعا احنا حاليا في منطقة أمينو، بتنزلوا بالباص طبعا من الساحة، دغري بنزلكم. بعد ما تنزلوا من الساحة في عبارة بتمرقكم من الطرف الأول للطرف الثاني، طبعا من الساحة للطرف الثاني، وبتتجهوا إلى هذا الناح في سفن بتاخذكم على المناطق مثلا الأوروبية الآسيوية عفوا، منطقة أوسكودر وما خلافه. حاليا نحن طالعين على حديقة أكبر حدائق اسطنبول اللي اسمها أميرجان، وهلا رح ناخذكم معنا ونشوف هاي المنطقة الحلوة. يلا. حرفيا كتير مزدحمة، ما حسنا نقعد. حرفيا اللي بده يطلع هيك مشاوير بده يتحمل اول شيء الشمس والعجق والشوب. انا ما عم بقدر بشلح جاكيتي وبنفس الوقت ما عم بقدر بلبسه، هم برد هم شوب. جو اسطنبول معروف. ممكن المشوار ياخذ معكم من ساحة أمينو لهي الحديقة تقريبا ساعة، مو هيك أحمد؟ ساعة ونص تقريبا، من ساعة لساعة ونص. من ساعة حتى من محطة أمينو لمحطة أميرجان. طبعا إذا جيتوا بالباخرة ما راح تملوا بالطريق أبدا، لأن المناظر اللي أمامكم مناظر راح ما شاء الله تكون رائعة جدا، يعني ننصح. لما بالكم تطلعوا بالسفينه فبتطلع احلى، لانه المناظر اليوم حرفيا خلابه. بس الاولاد تدخلوا ينمروا من هون مثل هاي البنت اللي وراي هالكتني. طبعا يا جماعة هلا حاليا وصلنا على حديقة أميرجان، تقريبا أكل الوقت معانا حوالي 55 دقيقة ساعة من ساحة أمينو اللي طلعنا فيها. الجسر المعلق طبعا هذا الثالث على ما أعتقد، هي المحطة اللي نزلنا منها، وحاليا رايحين باتجاه الحديقة اللي راح تكون من هذا الطرف. تفضلوا معنا. طبعا يا جماعه حاليا بطريقنا على حديقه أميرجان، بدكم تمشوا تقريبا من 5 ل 6 دقائق، من 5 ل 6 دقائق. الطريق خلاب المنظر اللي هون. طبعا خاصة في هاي المنطقة على البحر، في عندكم شاليهات وفلل يعني الإيجار اليومي. طبعا يا جماعه المنطقه هون سياحيه بشكل تام، ما فيكم تلاقوا من اهل المنطقه ناس كتور، لانه هون اكثر الاماكن للاجار مثلا كسكن اليومي والشهري. طبعا يا جماعة الخير حاليا نحن داخل حديقة أميرجان، في إلى 3 أبواب رئيسيين، نحن فتنا من واحد منهم
وحاليا فايتين لحد الآن. المنظر تقريبا جميل جدا جدا. ملاحظة، اللي بده يجي على الحديقة ننصحه يجي بالعبارة اللي هي الباخرة، لا يجي بالمواصلات أبدا. المواصلات بدها تركب تقريبا من أمينو شيء من مترو وباص أو 3 باصات تقريبا. طريق طويل جدا ومتعب وحرارة وزحمة بالمواصلات. تعال بالعبارة شوقنا. أفضل. حرفيا شوقنا. شوق. طبعا يا جماعة الخير، بأول دخلتكم على الحديقة طبعا من الباب الثاني راح تلاقيكم حديقة صغيرة. من بعد هي الحديقة الصغيرة راح يكون في ممر للسيارات، ومن بعد ممر السيارات في باب ثاني راح ندخل منه. طبعا هلا هو مدخل الحديقة الأساسي، راح ندخل منه هلا ونفوت ونشوف المنظر الخلاب. يلا معنا. طبعا يا جماعة الخير، هذا هو مدخل الأساسي للحديقة. طبعا المشاة، باب السيارات مسكر لأنه السيارات ممنوع تدخل على هي الحديقة، فيكم تصفوا السيارات برا. نحن حاليا في حديقة أمير جان. طبعا يا جماعة تعبنا نحن طالعين على الدرج، خلفي تماما صاير البحر. المناظر لسه ما شفناها، لسه حاليا نحن بطريق البداية. كل شيء راح نشوفه أكيد راح نوثق لكم إياه. يلا. طبعا يا جماعة تبارك الرحمن، تركيا مشهورة بموسم اسمه موسم التوليب، ورد التوليب. طبعا في ناس بتجي من برا الدولة بس مشان تشوف هذا الموسم. طبعا بيجي شهر أو شهرين فقط في السنة. طبعا يا جماعة الخير، نحن لما كنا قاعدين عم نستكشف الحديقة سمعنا انه فيها شلالات، ونحن لما قربنا في شوي فيها تعمقنا شوي بالحديقة عم نسمع اصوات مي. عجب، هذا الشيء موجود ولا مو موجود؟ هلا رح نطلع ونشوف. طبعا يا جماعة الخير، بكل ممر قاعدين عم تمروا فيه ورود وفيه أزهار وأزهار التوليب. الرائحة شيء بجنن حرفيا. طبعا يا جماعة الخير، هون فيكم تتصوروا أجمل الصور بالحديقة، لأنه تقريبا في مكان صار بأعلى القمة بشوي. العالم هون كلهم عم يتصوروا، لأنه خلف الحديقة تماما في البحر، في إطلالة جميلة جدا. نحن الآن بحديقة أمير جان. أنا حاليا أمام أحد شلالات وبحيرات أمير جان، طبعا اللي فيها سلاحف وبطات. أحد الشلالات هدول طبعا لسه في قمة أعلى من الحديقة فيكم تطلعوا عليها أكثر. أنا حاولت أغطي لكم اللي بقدر أغطيه. والخدمات اللي هي الحديقة فيها مطاعم، فيها أكلات للأولاد الصغار طبعا، وفيها واي فاي مجانا، هي أهم شغلة. وطبعا حاليا انا رايح تقريبا كمان لقمه عاليه بهي الحديقه، ممكن تشوفوا فيها اطلاله هي الحديقه ويطلع امامكم مباشر البحر. احد خدمات هي الحديقه ممكن تلاقوا كراسي للجلوس وطاولات طبعا العائلات. المناظر خلابه، واحلى شيء يا جماعه الخير عجبني بهي الحديقه هي الريحه رائعه جدا.
من ورود التوليب وشيء كتير حلو عن جد. بما انه كثير زحمه راح نحاول ناخذ بوظه من البراد مشان ما نستنى هذا الدور كلياته. زحمه كثير حرفيا لانه الجو حلو والحديقه حلوه ونحن حلوين. طبعا يا جماعة الخير ننهي هذا المقطع. كانت حرفيا رحلة ممتعة والحديقة رائعة جدا، وإن شاء الله بنلاقيكم بفيديو تاني. انتظروني، أنا ابن حريتان وأخي خلف الكاميرا أحمد أبو محمد رستم.